لو بتحسي انك مش بتحبي اطفالك زي الاول ومش مستمتعة بيهم، ده مش معناه انك ام وحشة، ده معناه انك ام مرهقة. اصعب حاجة في الارهاق انه بيسرق منك اكتر حاجة حلوة في حياتك، وهو الاستمتاع باطفالك. اول حاجة بتبدأي تحسيها انك ما بقيتيش صبورة معاهم زي الاول. اصواتهم وضحكهم حتى طلباتهم البريئة بتعصبك وتحسسك انك عايزة تطلعي تجري منهم. بتفقدي الاحساس والاستمتاع باللحظات الحلوة، اللعب معاهم، الحضن، النوم جنبهم. كل ده بقى بيحسسك بالتعب مش بالسعادة، والاحساس بالذنب المستمر بيقتلك. حاسة انك مش بتديهم حقهم، مش موجودة معاهم بجسمك وبروحك، وإن هما يستاهلوا أم أحسن منك. كمان بتبقي أقل حنان وعطف، مش قادرة تديهم الدفى والأمان اللي هما محتاجينه، وده بيخليكي تحسي بالفشل كأم، وبتبدأي تشوفيهم كحمل تقيل ومسؤولية وعبء مش نعمة. طلباتهم واحتياجاتهم بتحسسك بالضغط والإرهاق مش بالحب، والصريخ والعصبية بتزيد، وبعد كده تبدأي تندمي وتحسي بالذنب أكتر لأنك عارفة إن هما ما يستاهلوش كده. وأصعب حاجة إنك بتحسي إنك بتأذيهم نفسيا، شايفة في عينيهم الحزن أو الخوف من تصرفاتك معاهم. لازم تعرفي إن الحب موجود جواكي، مش انتي اللي اتغيرتي. الإرهاق هو اللي بيخبي الحب تحت طبقات من التعب. ولادك محتاجين أم مرتاحة أكتر من أم مثالية. خدي وقتك لنفسك، اطلبي مساعدة، ولازم تفتكري إن الراحة مش أنانية، دي ضرورة عشان ترجعي لولادك بكامل حنانك وحبك ليهم. عايزاكي تشاركيني وتكتبيلي ايه اكتر حاجة بتحسسك بالذنب ناحية ولادك، ولازم تفتكري انك مش لوحدك في الشعور ده، وانا موجودة عشان اساعدك.